السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حاج أؤمر. والنبي يا ابني بعد إذنك أنا عايز العلاج اللي في الورقة ده. وريني كده يا حاج بعد إذنك. تمام ماشي يا حاج، حاضر. ربنا يا ابني يستر طريقك يا ابني. ماشي اتفضل يا حاج. كده الحساب كام يا ابني بعد إذنك؟ الحساب كده يا حاج هيبقى 200 جنيه. يا خبر أبيض، هو العلاج غلا تاني ولا إيه؟ يا الحاجة غلط من زمان يا حاج. أصلا أنا يا ابني كنت موقف العلاج ده لأن ما كانش معايا فلوس أجيبه، واليوم اللي جه معايا الفلوس بتاعته ألاقيه غلا تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي. معلش بقى يا حاج، هي الأسعار كده. طب يا ابني ملاقيش عندك البديل بتاعه ويكون رخيص حبة؟ اصلا انا معيش الا 100 جنيه. ياه ده شكله راجل غلبان جدا، أنا هساعده عشان ربنا أمر بمساعدة المحتاجين. ياه سبحان الله، شوف الصدفة الغريبة دي يا حاج، الصيدلية النهاردة عاملة خصم على العلاج بتاعك مخصوص. بجد يا ابني والله؟ بقى بكام؟ معمول عليه خصم ب100 جنيه. ياه الف حمد وشكر ليك يا رب. بقى بالسعر القديم يعني، الحمد لله. وبعد كده يا حاج لما تعوز العلاج تاني تعالى هنا الصيدلية، بنعمل خصومات على طول. والله يا ابني انت راجل محترم، ربنا يجعل في كل خطوة ليك رزق بإذن الله. بإذن الله يا حاج، ربنا يشفيك بإذن الله من المرض اللي عندك. ايه ده، لقيت 100 جنيه. ياه الحمد لله، ده الواحد ما كانش معاه فلوس خالص. وبعد كده يا حاج لما تعوز العلاج تاني تعالى هنا الصيدلية، بنعمل خصومات على طول. والله يا ابني انت راجل محترم، ربنا يجعل في كل خطوة ليك رزق بإذن الله. بإذن الله يا حاج، ربنا يشفيك بإذن الله من المرض اللي عندك.